تخيل لو تقدر تتحكم في شخصية أو ستايل الصورة اللي أنت بتكريتها بالاي اي بدل ما بتكتب له مجرد وصف وتستنى منه يطلع لك النتيجة اللي على مزاجه. النهارده هنتعمق أكتر شوية ونشوف إزاي نقدر نتحكم في ستايل الصورة، أو لو عايزين شخصية معينة تظهر في الصورة اللي إحنا بنعملها على الاي اي. اللورات هي اللي بتقدم لك التقنية دي. اللورات بنتحكم بيها في ستايل الصورة، وكمان بنقدر نتحكم بيها في شخصيات معينة عايزينها تظهر في الصورة بتاعتنا. اوقات مثلا تيجي تكتب اسم شخصيه في جيم او في فيلم وتطلب تعمل جنريت للشخصيه دي، تلاقيه يطلع لك شخصيه عشوائيه مش زي ما انت عايز. ايه السبب؟ السبب ان الموديل نفسه ما يعرفش الشخصيه اللي انت عايزها دي، مش موجوده في البيانات بتاعته. وهنا اللورا بتقدم لك الحل. قبل ما نبدا ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. لو دخلنا على موقع سيف تايب وضغطنا على المودلز، ده المكان اللي بنختار منه المودلز زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. تعالى مثلا نعمل فلتر هنا ونختار اللورات. كده هنشيل كل التشيك بوينت، هنشيل كل المودلز وهنبقى شغالين على اللورات بس. اللورات لها استخدامات كتير جدا. فدلوقتي لو احنا قلنا مثلا ان الموديل زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان هو في موديل رياليستيك، في موديل بيركز مع ان هو يعمل لك انمي، وموديلز ممكن تستخدمه في الاعلانات. كل موديل وله الستايل بتاعه وله الشكل بتاعه. لو اخترنا موديل رياليستيك وعايزين نعمل شخصية معينة مثلا من فيلم او من لعبة، فبنكتب اسم الشخصية، هو مش متعرف على اسم الشخصية دي. في الحل ده هنعمل ايه؟ هنجيب لورة للشخصية، وليكن مثلا احنا عايزين بلاك ويدو من الافنجرز، فنجيب اللورة بتاعتها. مجرد ما هنكتب البيانات بتاعتها في البرومبت او في وصف الصورة واحنا مشغلين او واحنا مختارين اللورة، هتظهر معانا بالشكل ده او بنتائج شبه دي. يعني دي طبعا نتائج هو بيوريها لك عينات من النتائج بتاعه اللورة دي. تمام. كذلك بقى في لورات تجيب لك شخصيات برضو انمي، في لورات تجيب لك شخصيات من كرتون معين، في لورات بتتحكم في الخلفية. وليكن مثلا انت محتاج خلفية سينمائية، فكل ما تكتب مواصفات الخلفية ما بتجيلكش، فهتلاقي هنا لورات بتجيب لك خلفيات سينمائية. زي مثلا لو كتبنا هنا سينماتيك، ولو دورنا هنلاقي ان هنا بدأ، يعني هتلاقي في خلفيات زي دي بتقدر بتحط اللورة بتاعتها وبيطلع لك الخلفيات دي على حسب. طبعا بتحتاج انك انت تكتب المواصفات في وصف الصورة، لكن ده بيساعدك اكتر ان هو يديك النتيجة اللي انت عايزها. كذلك برضو في شخصيات بتبقى معمولة على الانستجرام من خلال اللورات دي. يعني مثلا لو بحثنا عن كلمة انستجرام وبحثنا وضفنا في البحث هنا لورا، اخترنا اللورات بتاعتها، شوف هتلاقي هنا في شخصيات بعينها. يعني شخصيات مجرد ما هتكتب اسم الشخصية وانت بتعمل الصور في البرومبت، هيطلع لك الشخصية دي في كل الصور. تعال نجرب بنتائج عملية وندخل على موقع سي ارت، ندخل على جنريت. وبما اني بلعب ليج اوف ليجند، فهنختار شخصيات من لعبة ليج اوف ليجند. هنختار هنا ريف انيميتد. في نقطة مهمة لازم اوضحها، انك انت ما ينفعش تختار لورا تكون هي اللورا دي بتديك نتائج المفروض ان هي كرتونية او انمي وتشغلها مع موديل رياليستيك. هنا هيبقى في تضارب، لازم تختار اللورا بتاعتك تكون متوافقة مع الموديل. يعني ما ينفعش ان انا اختار موديل رياليستيك بيديني نتائج رياليستيك طبيعية واروح احط عليها لورا بتديني نتائج انمي. كده الصورة مش هتطلع كويسة خالص، هيطلع فيها مشاكل كتير. يعني انا لازم اختار اللورا تكون رياليستيك مع موديل رياليستيك، او اللورا تكون كرتون مع موديل بيديني نتائج كرتونية. فريف انيميتد بيديني نتائج انمي، فهنختار معاه لورات انمي وهنختار شخصيات من ليج اوف ليجند. ماشي. لو كتبنا مثلا برومبت ونجر، كتبنا مثلا ready to fight وكتبنا best art high details و high quality، كل ده كلام جميل. مش هنحط لورا، مش هنستخدم لورا، هنضغط بس على generate ونشوف النتيجة. لاحظ انا طلع لي شخصية عادية خالص، مكان عادي. اي نعم ماشي لبس حربي بس برضه ملوش علاقة بأي حاجة معينة. طلع لي صورة يعني زي ما انا واصف له. طيب لو خلينا اخترنا هنا شخصية جينكس من ليج اوف ليجند وحطينا نفس البرومبت بالظبط، بس هنا بقى لما تختار لورا معينة لازم تكتب اي يعني تريجر وورد او اللي هي الكلمة المفتاحية بتاعت اللورا علشان يستخدم اللورا دي. فهنكتب جينكس اللي هي اسم الشخصية، وهنقلل شوية الويت بتاع اللورا
بحيث ان هو ما يبقاش طاغي قوي على الصوره. زي ما في وزن للكلمات المفتاحيه، في وزن للورات اللي بتاثر على الموديل الاساسي. اللوره دي هي الطريقه اللي انت بتحسن بيها النموذج او الموديل اللي انت شغال بيه. يعني بدل ما انت لو انت عايز نتيجه مختلفه، مثلا انت شغال بموديل معين وعاجبك الموديل وعاجبك النتائج بتاعته، بس انت عايز تطلع بيه نتيجه معينه هو مش قادر يطلعها لك، بدل ما تروح تدور على موديل تاني وتبدا انك انت تشوف موديل من جديد، او تبقى محتار اصلا مش عارف توصل للموديل اللي يوصلك للحاله اللي انت عايزها، هنا بيجي دور اللورات اللي بيديك اضافه او بيدي اضافه للموديل اللي انت شغال عليه، ويبدا يديله طبقات زياده. فكره انتاج الصور بالاي اي اصلا قايمه على طبقات. هو بيبقى قدامه صوره فاضيه وبيبدا يرسم عليها، الموديل ده بيرسم عليها من خلال طبقات، بيحط طبقه ورا طبقه لحد ما يطلع لك الصوره اللي انت عايزها. اوكي، فهنرجع لجنريت، وهنا زي ما احنا قلنا حطينا نفس البرومبت بالظبط، وحطينا جنبها بس كلمه جينكس، وهندوس انت. جينكس من ليج اوف ليجند او من اركان، اللي اتفرج على مسلسل اركان او اللي بيلعب ليج اوف ليجند. وده الفرق بين الصورتين. جينكس معروفه بالشعر الازرق، معروفه بالشعر اللي مربوط بالشكل ده، ومعروفه باللبس البنفسجي، فهو اداك نتيجه قريبه جدا. طبعا احنا ما يعني احنا حاطين وصف طبيعي خالص، ما احناش كاتبين تفاصيل زياده، ما احناش كاتبين تفاصيل معينه، ما احناش كاتبين اي حاجه. فاحنا لو كاتبين التفاصيل بتاعتنا مظبوطه هيطلع لنا طبعا نتيجه احسن بكتير. ولكن ده مجرد مثال فرق اللورا لوحدها بس بيعمل ايه على نفس البرومبت اللي انت كاتبه. هنحط نفس البرومبت بالظبط وهنختار لورا تانية، وليكن مثلا اكالي من لعبه ليج اوف ليجند. هنقلل بس الويت بتاعها وهنكتب هنا اكالي. شوف النتيجه، ده انا شخصيه اكالي. تعالى نختار whatever، تعالى نجيب كاركترز وندور فيهم. اوكي، تعالى نختار وندر وومن مثلا، وهنحط نفس البرومبت وهنكتب وندر وومن، طلع لنا نفس الشخصيه بتاعت وندر وومن. تعالى نجرب لارا كرافت، نجرب لارا كرافت from Tomb Raider. طبعا مع الوصف الأدق يطلع نتائج أحسن، لكن ده مجرد مثال بسيط فرق اللورا بس بتعمل إيه في الصورة. طيب، هل استخدام اللورا في الشخصيات بس؟ طبعا لا، استخدام اللورات في حاجات كتير جدا. في لورات بتزود بها الديتيلز، في لورات بتتحكم بها في الخلفية، في لورات بتتحكم بها في الوضعية بتاعت الشخصية. يعني مثلا وضعية حربية، فانت كل ما تكتب مثلا وضعية حربية ما بيجيلكش، فبتبدأ تدور على اللورا اللي بتديك الوضعية دي. عايز مثلا تجيب الصورة او الكاميرا تكون مصورة المنظر من فوق، from above. لو بتكتب ده في البرومبت وما بتظهرلكش النتيجة، فبتبدأ انك انت تدور على اللورا اللي بتديك النتيجة دي. في لورات بتديك بيرفكت ايز، لو الموديل فيه مشكلة في انه بيطلع لك دايما الصور مش كويسة من حيث التفاصيل بتاعتها، وبتحصل اخطاء في التفاصيل، فبتبدأ تدور على لورات بتحسن بها الموديل وبتحسن بها النتائج وبتحسن بها تفاصيل الصورة. في لورات كتير بنستخدمها بتحسن بها الموديل وبتحسن بها نتائج الصور. في لورات بتخلي الصورة تطلع بالشكل ده، ان كأن حد بياخد صورة سيلفي. في لورات بتتحكم بقى تخلي تطلع لك نتيجة، مثلا وليكن انت عايز نتيجة تحسها ان هي من شخصية كرتونية او من مسلسل كرتوني معين، فبتدور على اللورة بتاعته وتبدأ تستخدمه. احسن وزن للورات تستخدمها علشان تطلع لك نتائج كويسة من 6 لحد 8. اكتر من كده هتكون النتيجة مش كويسة، لأنها هيبقى مؤثر بنتيجة كبيرة أو بشكل كبير على الموديل الأساسي، فأنت لازم تدي للموديل الأساسي برضو حجمه. وأقل من كده ما بتبقاش النتائج بتاعته أو الوزن بتاعه كويس في الصورة. يعني أنت بتهمشه من الصورة. أنت بتحتاج تشغله من 6/10 لحد 8/10. وفي لورات بتبقى نازلة بيقول لك إيه الأحسن، يعني يقول لك ايه احسن وزن ليا علشان تستخدمني. يعني انت لما بتيجي تدخل على
اللورا بتشوف الديسكريبشن بتاعها، بتشوف المواصفات بتاعتها، بيقول لك بيبقى فيها بعض الناس تبقى كاتبه ازاي تستخدم اللورا دي، ايه احسن ويت بيشتغل مع اللورا، ايه الكلمات المفتاحيه اللي بتشتغل مع اللورا. فكل الحاجات دي طبعا انت بتستفاد منها وانت بتختار اللورا بتاعتك وتشتغل بيها. فدايما لما تيجي تشتغل بموديل وبلورا، حاول تعرف البيانات عن الموديل اللي انت شغال بيه وعن اللورا اللي انت شغال بيها، ازاي تستخدمهم احسن استخدام، ايه الكلمات المفتاحيه بتاعتهم، ايه الحاجات اللي بتطلعها وحشه، او ايه الاخطاء اللي بتحصل من الموديل او من اللورا علشان تكتبها في النيجاتيف برومبت علشان ما تطلعلكش في الصور بتاعتك. كل الحاجات دي لازم تشوفها ويكون عندك علم بيها وانت بتستخدم الموديل واللورا علشان تطلع بيهم احسن استخدام ليهم. ممكن موديل يطلع لك صور حلوه جدا ونفس الموديل يطلع لك صور وحشه جدا، وكله بسبب النيجاتيف برومبت والبرومبت اللي هو وصف الصوره والحاجات اللي انت مش عايزها تظهر في الصوره، وازاي انك انت توفق ما بين لورا وما بين الموديل ينفع معاها. ما تجيبش لورا تكون مش ماشيه مع الموديل او مش نافعه مع الموديل ده، بتطلع النتائج وحشه عليه، وتشغلهم مع بعض اكيد النتائج مش هتطلع كويسه. فلازم توفق ما بين استخدام الموديل بتاعك وبين اللورا اللي انت هتستخدمها على الموديل ده علشان تطلع احسن نتيجه ممكن. ده كده باختصار بسيط اللورات وازاي بنستخدمها وايه هي الاستخدامات بتاعتها. وده كان فيديو خفيف وسريع. لو حابين نعمل حلقه لايف واطلع ننفذ مشاريع سوا او ننفذ تصميمات سوا، واللي عنده سؤال في حاجه معينه يسالها، او نبدا نتكلم عن بلاتفورم معينه ونشرح ازاي نشتغل بيها ونتعامل معاها ونطلع منها احسن نتائج، اكتبوا لي في التعليقات. ممكن نحدد وقته واطلع فيه لايف. لو لقيت حد مهتم وعايز ان هو يكون معايا في اللايف ويشوف شغل عملي قدامه، عرفوني في التعليقات. ما تنساش تدعمني بلايك، اشترك في القناة لو المحتوى ده بيهمك، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.